دلوقتي احنا سواقين مصريين متواجدين في الحظيرة السودانية في معبر أرجين. أقل واحد فينا داخل قبل رمضان، يعني بقاله زيادة عن 65 يوم، وخلصنا أكل وخلصنا مية وخلصنا فلوس وما عدناش لاقيين ناكل. صاحب البضاعة السوداني عنده أمل إن هو إن الوضع يستقر ونودي له البضاعة بتاعته الخرطوم، ومش عايز يتصرف معانا اي تصرف ولا اي اجراء. رابطنا هنا تحت حكم الجمارك، لا احنا عارفين نرجع مصر ولا عارفين نروح السودان. فطلبنا نشوف مخزن منه في اقرب حته لنا هنا على بعد 400 كيلو في ارجين، في دنجله. مش عايز، ما هو يعني هو مستأمن بضاعته في العربيات وعاملنا مخزن، ومش عايز يتصرف تجاهنا اي تصرف، وقاعد في بيته الله اعلم بيه، واحنا قاعدين هنا في الشارع. خلصنا اكل وخلصنا ميه وخلصنا فلوس، هناكل منين؟ فاحنا بنناشد الساده المسؤولين المصريين، وبنناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يشوف حل في ولاده المصريين السواقين اللي عالقين هنا في معبر ارجين. احنا لو طولنا اكتر من كده هتيجوا تاخدونا جثث، واحنا هناكل منين؟ احنا خلصنا فلوس وخلصنا ميه وخلصنا اكل، هنعمل ايه؟ وعايشين في الشارع، وحالتنا ما يعلم بها الا ربنا. وفي معانا ناس كبيره عندها السكر وقربت تخلص ال الانسولين بتاعها. الناس دي هتموت، الحقونا يا جدعان. خلاص.